الاستثمار الفندقي الأيام دي عليه إقبال كبير جدًا. لو حضراتكم لاحظتوا في افتتاح المتحف الكبير، وصلت أسعار الغرف لليوم الواحد في منطقة القاهرة $1100، وكانت full board موجودة في كل الفنادق اللي موجودة في القاهرة. الاستثمار الفندقي الفترة الجاية هيبقى عالي جدًا، ده بسبب إن كل الإحصائيات بتقول إن في إقبال كبير جدًا على السياحة في مصر، سواء السياحة الطبية أو السياحة الدينية أو السياحة الساحلية اللي موجودة بشكل عام. فده مخلّي الإقبال على الاستثمار الفندقي لاحظناه في الآونة الأخيرة. يعني أنا طالع في الفيديو ده أقول لحضرتك إن جزء كبير جدًا من الاستثمار الفندقي السنة دي كان أكتر حتى من السنة اللي فاتت واللي قبليها، بالأخص لمّا ابتدت شركات تنزل تاخد قطع أراضي، وابتدت تعمل استثمارات لوحدات فندقية. بس أنا عايز أشرح لحضراتكم الفرق ما بين خدمات فندقية وإنك تستثمر في فندق ليه اسم كبير أو معروف. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب CEO لشركة توب مانجمنت، وخليني أبتدي مع حضراتكم في الجزء الخاص بالاستثمار في الفنادق. دلوقتي حضراتكم فندق زي سوفوتيل، وفندق زي مثلا الميريديان، وفندق زي مثلا الفور سيزون، كل دي فنادق موجوده زي منطقه العاصمه الاداريه الجديده، ليها فروع زي سوفوتيل موجود في العاصمه الاداريه الجديده. تقدر ان انت تاخد وحده فندقيه وتقسطها على 7 8 سنين، بس بتلاقي غالبا الاسعار بتبقى غاليه جدا. يعني بتلاقي مثلا وحده فندقيه 60 متر ممكن تبقى من 16 ل 20 مليون، مقدم طبعا 10% وبتقسط الباقي. وفي زي جراند ميلينيوم برضو اللي تبع شركة النايل ممكن تستثمر فيه، بس لو خدت وحدة فندقية كاملة هتلاقيها برضو دخلت في 18 إلى 20 22 مليون. قسط طبعا بيوصل لغاية 8 سنين. فده انك بتاخد في فندق براند ليه اسم كبير ومعروف، وطبعا سعر الريت الايجار فيه هيبتدي من اول $150 لليله الواحده. طبعا مش في السيزون، في الايام العاديه هيوصل مع حضرتك لغايه 500 و600. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان ده انت واخد في فندق، واخد رخصه من وزاره السياحه، سواء فندق 3 نجوم او 5 نجوم او 7 نجوم. ده باسماء معروفه على مستوى العالم. انت لو دخلت على الاير بي ام بي او على بوكينج تقدر ان انت تحجز في اي وقت بكل سهوله. هتستلم الوحده الفندقيه دي بعد 4 سنين، وللتشغيل بعد 5 سنين. انت لازم تعرف برضو الاستثمار الفندقي عيبه الوحيد ان هو على المدى الطويل او على اللونج تيرم مش مرتبط انك تستلم المشروع، بس تستلم المشروع وتكون المنطقه المرافق فيها اشتغلت وبقى فيها حياه وحواليها حياه. يعني ليه الناس بتروح للزمالك ومنطقه النيل ومصر الجديده والمنطقه دي؟ لان انت بتقدر تنزل من الفندق 5 دقايق بتبقى في وسط البلد، 5 دقايق بتبقى في على النيل، مثلا مسافه قريبه من الاحياء الحيويه. عشان كده الاستثمار الفندقي الROI بتاعه عالي جدا، لكن هو طويل المدى. يعني عشان تأجر الوحدة الفندقية بتاعتك ممكن تفضل تدفع من ثمن الوحدة توصل ل 70 و80% عشان تأجرها. ده عيبه الوحيد، بس ميزته اعلى ريت بيجي لك. يعني انت ممكن حضرتك طبعا انت مش هتشتغل السنة كلها، بس خليني اضمن لك لو فضل الاوضاع السياسية والاقتصادية مستقرة والسياحة بتكتر مع الاصلاحات الكبيرة اللي بتعملها الدولة، هتلاقي الايجار على الاقل 8 9 شهور في السنة الوحدة دي متأجرة بالفعل. فتلاقي الROI بتاعها بيوصل يعني او الريت الكاب ريت اللي هو قيمه الايجار، هتلاقيها بتبتدي من اول 18 بتوصل معاك لغايه 25%. التجاري والاداري والطبي والسكني ما جابهمش. فدي نقطه. النقطه الثانيه، ابتدت بعض الشركات تعمل بقى حاجه اسمها خدمات فندقيه. بتعمل مثلا كومباوند، عمارات عادي خالص، وتعمل فيه تاخد فيه او تعمل حسابها ان المكان ده هيبقى فيه سيرفيس ابارتمنت. يعني هيبقى فيه هاوس كيبنج، هيبقى فيه منطقه مثلا مطاعم، هيبقى المكان نفسه فيه كلاب هاوس، اللي هي الخدمات الفندقيه. بيسلمك الوحده متشطبه بالفرش، بالتكييفات، بكل حاجه، بالاجهزه الكهربائيه، وشركه اداره بتيجي تاجر لك الوحدات الفندقيه دي. بس الريت بيبقى اقل شويه،
ممكن الليلة ب$100 مثلًا أو مثلًا ب$80. والميزة إن الأسعار فيها بتبتدي من أول مثلًا 3، 4 مليون جنيه. أنت ممكن تجيب وحدة من أول 30 متر، 40 متر، 50 متر استوديوز، أو سويت مثلًا ممكن يبقى 60، 70 متر، أسعاره أرخص. فبتبتدي من أول 3، 4 مليون جنيه تدفع 10% مقدم والقسط على 10 سنين. زي فين؟ أولًا في التجمع الخامس، في التجمع السادس، في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وفي على النيل مباشرةً. ممكن تاخد في بعض المشاريع زي المصرية السعودية ونوفارا على في منطقة المعادي على النيل مباشرةً. في القاهرة دلوقتي فتحوا سواء فنادق أو خدمات فندقية، لأن الفترات اللي جاية دي هيبقى فيها إقبال على الاستثمار الفندقي بشكل كبير جدًا. بس لازم تبقى عامل في حسابك إنك هتدفع 10% مقدم والباقي على 8 سنين ممكن 10 سنين. بس عشان تبتدي تأجر ممكن تكون دافع 70، 80% من الوحدة بتاعتك، باستثناء الشركات اللي عاملة نظام الإيجار الإلزامي، واللي بتقول لحضرتك إنك أنت مالكش دعوة بالإيجار، هي بتضمن لك الإيجار بعد الاستلام على طول من أول 10 ل12%. بيبقى أقل شوية الريت، لكن بيضمن لك الإيجار. إحنا كشركة توب مانجمنت لو حضرتك عايز تستثمر في القطاع الفندقي، سواء حضرتك هتستخدمه أو هتأجره، تقدر تتواصل معانا، بنقدر نوفر لك كل احتياجاتك. ابعت لنا بس مسج على الواتساب واحنا تحت أمرك. شكرا.